الاعتماد على ابرز الاسماء التي تنشط في الدوري الكونغولي، خاصة مع الثلاثي مانيما وفيتا كلوب وتيبو لكسود 7، بوشعيب الراسي 13، مروان الوادني 4، يوسف بالعمري في تشكيلة منتخب الار دي سي. لذلك السلاح الكونغو سيكون، واكيد منتخب الكونغو سيعتمد على الكرات العرضية اكثر. يوسف يعطي تمريره هنا، صعود بولكسوت ولكن مقطوعه بيتان، انطلاقه في هذه الهجمه ولكن بعيده على اسامه المليوي. صوت يمشي بولكسوت الان البينيالي مليوي لكن طالت قويه على مليوي الى ضربه مرمى بولكسوت. طبعا يعطينا انطباع بان الى الدور القادم منتخب المغرب يفوز يتأهل اوتوماتيك. كره اللمسه البينيه ممتاز، العرضيه والهدف الاول الضربه الاولى نعم تاتي في هذه اللحظات لفائده المنتخب المغربي. احلى بدايه للنخبه المغربيه، احلى كره جاءت من الجهه اليسرى، اللمسه الاخيره نعم تعطي الجول، اللمسه الاخيره تعطي الهدف يا اسامه يا المريوي. لمسه جميله في انهاء اللقطه الماضيه. في الهجمة الماضية سنتابع الإعادة. أحلى كرة مقدمة من الجهة اليسرى، يا عيني على اللمسة. شوف الأمر انطلقنا، العرضية بعد ذلك الراسية وإخراج الكرة في نهاية المطاف. مرفوعة الكرة بالراس وبن عمري في نهاية المطاف. حريمات يلعب التماس هنا داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة حساباتها لا تشفع لها بالمنافسة في آخر جولة. لمريم مروان الكرة الطويلة الآن في اتجاه المريوي وإمكانية الثاني منتخب الار دي سي. التغيير والمتابعة من طرف اللاعب الزامبيا كينيا حتى الآن. مرفوع الكرة بالراس، هذه أول هنا في الوسط. أمونغو هنا التغطية من جرب عماد والخطأ اللي حذرت منه، سيرفعها بالراس. تشيكوم يرسل الطولية تترك لحارس المرمى، هنا أقرب إليه المدافع في نهاية المطاف. هون إذا تلعب الضربة الحرة الأحرار يتابع الكرة السهلة. انطلاقه الجهه اليسرى، اسرع الكونغوليين الكرات الجهه اليمنى. تشيكوم يراوغ، تشيكوم لا يمر، تشيكوم لا يا عراسي غير معقول. هنا المرور والتغطيه بصعوبه من وراء مروان الوادي. لقطه اخرى اللقطه الماضيه، انطلاقه من عماد، يمشي عماد العرضيه بنفس الكيفيه. يعجب هنا تترنح بين الاقدام الكونغوليه والتسديد والاحرار. تشيكوم يبحث عن تسديده لكن مرت جانبيه، الكره تمر جانبا الى ضربه مرمى. هذه الاعاده مره اخرى مع الراسي للامام، هجمه مرتده الان والكرات الثابته يا الرياحي مرفوعه بالراس. من يتابع الثانيه ناضل البركانيه خاصه الار اس بي في الشامبيونز هذا الموسم، بينما الكره لفائده المغرب بصوره جميله جدا بالاعلام الوطنيه، العلم المغربي لعناصر المنتخب الكونغولي. امونغو عندك يا الاحرار، برافو الاحرار، تمرير والتصديده لأسامة المليوي، لكن فيها التسلل من البدايات، ربما الرايه ترفع. الإعادة نعم فيها التسلل، ميري كان في التسلل الماضية رائعة جدا. كيتامبالا مراوغة، اضرب شوت، هذه العرضية والدفاع يتدخل. كنت بالطريق، هي كرة الثاني لم تصل إلى الدور الربع النهائي. انطلاقة من الجهة اليمنى، العرضية عالية على الجميع، باس يارا مرفوعة الكرة. عندك يا الأحرار، برافو. بعد ذلك والتمركز ممتاز، عماد الرياحي يحاول يراوغ، يتم تهديده بشكل مباشر ولا تصدي من الأحرار. موسى يرفع الكرة، مطلوب حذاري مرة أخرى نقع في الأخطاء، ومرة أخرى نقع في نفس الأخطاء. كيتامبالا يعدل النتيجة، نفس الأخطاء تتكرر مقارنة مع المباريات السابقة. ونقولوها صراحة، الدفاع ما يطمنش، الدفاع لا يطمن، وهذا لاحظناه مع بداية المباراة. هذه العرضية عندنا مشكل في العرضيات، عندنا مشكل كبير في العرضيات. إذا ترفع في القائمة الثاني بالراس مرة جاية. كابانجا يرفع كرة المادي الأحرار،
بصراحه هنا الوادني ماذا أردت؟ أكيد اللاعبان سيعيشان ضغط كبير أمام الأول في زامبيا كينيا، وهنا 1-1 فرصة ميري، والثانية غير معقولة، والثانية لكن بغض النظر تسلل أم لا، هذه يا عماد كونك تلعب أمام منافس يطبق الدفاع الخطي بطريقة سيئة جدا بالركنية. لاحظ على طريقة تنفيذ الركنيات مميزين جدا في طريقة. شوف لاعبين مرتاحين هنا بتمريرات عودة المرور، يمر كابانغا العرضية، مرت سلامات ميري، تنقص اللياقة البدنية، واضح أن ميري بدنيا بوركسوت المليوي لا زالت مغربية، الثانية كونغوليين، هذه مرة أخرى البينية ممتازة، وهل هناك خطأ؟ قوتهم في العرضيات، وبالتالي لا يلزم أن نترك الكرة للأجل. الآن بدأت الاستعدادات لوابي، هذه الكرة للأمام إلى الضربة مباشرة لمن؟ الأحرار لتتقدم، يرفع كرة عماد الرياحي، وصلت إلى ميري. شوف صعوبة هنا استلام عن طريق ناس، العرضية الرأسية بعد ذلك المليوي. إذا تم التغيير الآن، كرات العائدة للخلف تكون صعبة وتعمل ضغط على الوادي والعراسي والكرة. هذه صعبة، هذه صعبة، انت تزيد تسجل وتنتصر. هذه العرضية في اتجاه المليوي لكن ممتازة، التسديد ولكن كرة مرت جانبا يا صابر. تعادل في مخاطرة كبيرة يا طارق السكتيوي، العرضية والكرة توصل إلى الكرة. يميري هنا الباس رائعة والتمرير والثاني يضرب شوت، بابا يا بابا الكرة عند الحارس، يا بابا اللاعب البديل في أول تسديدة، يا بابا كاد يسجل هدف. الترقب ولحظة التسديد، باسيانو من سيرفع كرة في القائمة الأول بالراس، والدفاع هذه المرة يتمركز بشكل ممتع. كابامبا ماتوبو الأحرار، عندك يا الأحرار تتقوى أكثر مع مرور المباريات. وركلة جزاء، هل فيها ركلة جزاء؟ هل فيها إعاقة في اللقطة الماضية؟ سنتابع الإعادة. بابا يدخل المنطقة، واحتجاج طارق السكتيوي على المالي بداعي وجود خطأ وبداعي وجود ركلة جزاء، وما لم يرصده في اللقطة الماضية وما لم يتابعه نقاش. ركلة جزاء صحيحة للمنتخب. يلا يا ربيع، طريقك ربيع يا حريمات، يا ربيع. الثاني للمنتخب المغربي، نقترب أكثر من التعاون يا سكيتيوي من ركلة جزاء، وبعد معاناة وبعد الصبر وبعد انتظار وترقب جاءت ركلة الجزاء لتاتي ندعم النتيجة بهدف آخر. ربيع تمركز ممتاز، مدرب المنتخب متبقي على نهاية المباراة، ونتوقع ضغط كلي للمنتخب الكمان. صابر بوغرين، إذا صابر يخرج، كرة للأمام بينما ميري يدخل ميري صعب على نفسه ميري. الركنية هنا، بابا يلعب قصيرة 1-2، بابا يا بابا حيمن يكون أفضل. هذه تسديدة بعيدة الكرة، هذه الثالث يا ميري، اضرب شوط والجول. أسامة عاد إليكم من جديد ليحسم للنخبة المغربية. هكذا النهاية السعيدة، هكذا الخاتمة ببصمة مغربية، هكذا لمسة الإبداع يا أسامة يا المليوي. 3-1، نعم السماء تمطر فرحا بفوز